السلام عليكم. تعالوا نعمل حالة البراونيز البارد. عملنا قبل كده البراونيز كيتو دايت لو كارب مرضى السكري، وقلت لكم هنعمل منه حالة بارد ينفعكم قوي قوي في رمضان. تحفة جدا جدا وروعة وبيدوب سهل جدا وسريع. تعالوا بقى نعمل احلى حالة هتاكلوه كيتو دايت لو كارب مرضى السكري. انا عندي هحتاج قطع البراونيز، واللي طبعا مش متابع الوصفة يرجع لها، اللي هي بوصفة البراونيز. احنا دلوقتي هناخد القطع بتاعة البراونيز جاهزة. لكن اول حاجه عايزين نعمل بقى صوص الشوكولاته، عباره عن 3 كوب من الكريمه، او من حليب جوز الهند، او من حليب كامل الدسم متدوب فيه قشطه او كريمه، اي اختيار يريحكم اعملوه. تمام. عليهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام، عليهم معلقه صغيره ممتلئه من صمغ التنسان، هو ده هيكون ماده الربط اللي هيعمل لي القوام كريمي. فلو انا بستخدم كريمه ممكن احتاج مثلا معلقه صغيره الا ربع. لكن لو انا بستخدم حليب جوز هند، حليب كامل الدسم مع قشطه او مع كريمه، ممكن يبقى معلقه صغيره ممتلئه من الايه، التنسنجون. برفعهم على النار. انا عندي دي قطع البراونيز من الوصفه اللي فاتت كيتو دايت لو كارب مرضى السكري. هاخدها كده افتتها بايدي عشان هعمل حالة طبقات. الحالة ده يكون عبارة عن قطع من الكيك او قطع من البراونيز، وعليهم طبقات من البودنج الشوكولاتة او من كريمة الشوكولاتة اللي هنعملها سهلة جدا. رفعناها على النار لحد ما القوام بتاعي سخن. بستمر على طول في التقليب ما وقفش. انا بحب قوي بالنسبة لما بحط صمغ ان انا اعمله بالهاند بلندر. بيتقل في ثانية، في ثانيتين بالظبط. القوام بيتقل معايا وبيكون ناعم جدا وسموث، فبتبقى حلوة جدا. فمجرد ان هو يسخن كده معايا بقوم بقى خلطاه تاني. طبعا كل ده بقلب وبعدين بعمله في الاخر بالهاند بلندر. انا كده عملت كريمة الشوكولاتة او صوص الشوكولاتة او بودنج الشوكولاتة، اي حاجة يعني تريحكم في الكلام ده. هو ده قوامه كده تقيل وبالشكل ده. تمام. نرجع بقى عندي الكاسات بتاعتي، احط عليها بقى. هبدأ كده اول طبقة تبقى كيك، فكيك اللي هو اللي احنا هرسينه او مفرفتينه ده. طبقة كيك، طبقة كريمة، وبعدين تاني طبقة كيك تانية وطبقة كريمة. تمام. اي كيك عندكم صالح للكيتو دايت لو كارب مرضى السكري اعملوا عليه الوصفة. وممكن بدل الشوكولاتة يبقى كيك فانيليا مع صوص فانيليا براحتكم بقى. تمام. هنرجع تاني كده، حطيت الصوص، بعدين ارجع تاني احط طبقة كيك وبعدين طبقة صوص. انا زي ما انتم شايفين الكيك اصلا موجود فيه جوز محمص. تمام. يعني المكسرات موجودة فيه، لان احنا عاملين براونيز، وطبعا البراونيز بيبقى اساسه شوكولاتة وجوز. ودي اخر طبقة. تمام. والتزيين بقى يا اما اي نوع من المكسرات المحمصة عندكم، او تسيبوه سادة، او جوز برضو، لانه حلى البراونيز يلاقي عليه الجوز. بس انا بصراحة كنت مكسلة، حطيت لوز كان قدامي رحت حاطة لوز. تمام. بسيبه كده ساعتين في التلاجة بيبرد تماما وبيكون جاهز لي. يعني عايزة اقول لكم تقدروا تعملوه في رمضان وانتوا بتحضروا الفطار، او قبل الفطور بساعتين، وبعدين تستهلكوه بقى بعد ما تخلصوا وجبتكم. يبقى حالة بارد كده منعش. تمام. طيب نسيت اقول لكم ان انا حطيت فانيليا طبعا. يعني حطيت ال الكريمة بتاعتنا عبارة عن كريمة او حليب. اللي مش مقتنع بالحليب كامل الدسم او حليب فيه قشطة يبقى كريمة، او حليب جوز الهند مع كريمة جوز الهند. كل ده هينفع مع الصمغ. اهم حاجة الصمغ موجود، هو اللي هيتقل لي القوام. تمام. وفانيليا وكاكاو خام والسكر. حطوا طبعا السكر حسب الرغبة. انا مش عارفة انا قلت ولا لا، بس حطيت معلقتين كبار من السكر او 3 معالق كبيرة من الزيتون. فانتوا السكر اللي انتوا بتستخدموه حطوه حسب الحالة بتاعه. سيبته يبرد. وده كده كان شكله قطع الكيك باينة في الكريمة بتاعتنا، كريمة الشوكولاتة. وده كان حلى البراونيز البارد المنعش كيتو دايت لو كارب مرضى السكري. طبقوه. ورجعوا لكل وصفاتنا على التيك توك وعلى اليوتيوب. اساسا الوصفات كلها موجودة على اليوتيوب. عندكم 800 وصفة تقريبا كيتو دايت لو كارب مرضى السكري، هتساعدكم جدا في رمضان. جربوا الحلى البارد المنعش وكل اللي احنا قدمناه. واشوفكم على خير في وصفة جديدة قادمة ان شاء الله.